أهلا وسهلا فيكم برحلة بين السطور، البرنامج اللي بيرافقكم بجولة ممتعة بين صفحات الكتب وكلمات الأدباء لنقرأ ونحلل ونسير بأغوار الأفكار اللي تركت أثرها بالعقول والقلوب. وكتابنا اليوم هو الهويات القاتلة. هذا الكتاب بيناقش الانتماء والهوية بأسلوب عميق وبيخليك تفكر بطريقة مميزة، وبيجمع بين التاريخ والفلسفة والتجربة الشخصية. الهويات القاتلة للصحفي والكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف، واللي بيعتبره الكثير من العرب صوتهم مؤرخهم عند الغرب. أمين معلوف ترجمت كتبه العديد من اللغات، وهو أول كاتب لبناني بصير أمين عام دائم بالأكاديمية الفرنسية. أمين معلوف استلهم فكرة الهويات القاتلة من السؤال اللي واجهه باستمرار حول هويته وانتمائه: هل أنت فرنسي أم لبناني؟ هذا التساؤل خلاه يغوص بمفهوم الهوية والانتماء وتأثيرها على الأفراد والمجتمعات، وبيناقش بالكتاب كيف ممكن أن تكون الهوية مصدر للتسامح أو للصراع. وبيرفض معلوف فكرة الانتماء الأحادي، وبيعتبر أنه الإنسان بيحمل هويات متعددة وما لازم تكون متناقضة بل مكملة لبعضها البعض. وبالنسبة له الهوية مو مجرد جنسية أو دين، بل هي مزيج من التجارب والثقافات اللي بتشكل الفرد. بيناقش معلوف تأثير العولمة على الهوية الفردية والجماعية، وبيطرح أسئلة حول كيفية تفاعل المجتمعات مع هي الظاهرة. واليوم اخترت لكم مقتبسات من كتاب الهويات القاتلة. علمتني حياة الكتابة أن أرتاب من الكلمات، فأكثرها شفافية غالبا ما يكون أكثرها خيانة. في كل خطوة في الحياة نصادف إحباطا وخيبة وإهانة، فكيف لا تصبح شخصيتنا ممزقة؟ وكيف لا نشعر بهويتنا مهددة؟ كيف لا نشعر بأننا نعيش بعالم يمتلكه الآخرون ويخضع لقواعد يمليها الآخرون؟ عندما يرتكب عمل ذميم باسم عقيدة ما أيا كانت، لا تصبح هذه العقيدة مذنبة. إننا غالبا ما نهول تأثير الأديان على شعوبها، ونهمل على العكس تأثير الشعوب على الأديان. إن المجتمعات الواثقة من نفسها تنعكس في ديانة واثقة ومطمئنة ومنفتحة، وتنعكس المجتمعات القلقة في ديانة خائفة ومتزمتة وغاضبة. تنعكس المجتمعات الديناميكية في إسلام ديناميكي مبدع خلاق، وتنعكس المجتمعات الجامدة في إسلام جامد يثور بأقل تغيير. إذا كان الشخص الذي أتعلم لغته لا يحترم لغتي، فالتحدث بلغته لا يكون دليلا على الانفتاح بل ولاء وخضوعا. كلما شعر المهاجر بأن ثقافته الأصلية محترمة انفتح أكثر على ثقافة البلد المضيف، إذ أن معظم المهاجرين يحملون سرا بأن يعتقد الآخرون أنهم من أبناء البلد، وتكمن رغبتهم الأساسية في محاكاة أبناء المجتمع الذين وفدوا إليه، وهم ينجحون في ذلك أحيانا. لماذا نهتم بتنوع الفصائل الحيوانية والنباتية أقل مما نهتم بتنوع الثقافات البشرية؟ ألا يجب أن تشمل إرادتنا المشروعة لحماية بيئتنا البيئة البشرية أيضا؟ يجب أن يحظى كل منا بالتشجيع على الاطلاع بتنوعه الخاص، واعتبار هويته محصلة لانتماءاته العديدة، بدلا من حصرها في انتماء واحد يرفعه إلى مستوى الانتماء الأسمى وأداة للاستعباد، وأحيانا أداة للحرب. سيكون مؤسفا لشعب ما أيا كان أن يمجد تاريخه أكثر من مستقبله. قانون الأكثرية ليس دائما مرادفا للديمقراطية والحرية والمساواة، بل هو أحيانا مرادف للطغيان والاستعباد والتمييز العنصري. وعندما تعاني إحدى الأقليات من القمع،
لا يحررها الاقتراع العام بالضرورة، بل قد يضيق عليها الخناق. لنا أن نتساءل تساؤلا مشروعا: ما إذا كانت العولمة لن تعزز تفوق حضارة أو هيمنة قوى عظمى؟ مما يطرح خطرين ماحقين. الأول هو خطر رؤية اللغات والتقاليد والثقافات تضمحل شيئا فشيئا، والثاني هو خطر رؤية المؤتمنين على هذه الثقافات المهددة يعتمدون مواقف أكثر راديكالية وأكثر انتحارية. أما هذا الكتاب الذي ليس ترفيها ولا عملا أدبيا، فسوف أتمنى بشأنه عكس ذلك، أن يكتشفه حفيدي يوما وقد أصبح راشدا مصادفة في مكتبة العائلة، فيتصفحه ويقرأ بعض صفحاته، ثم يعيده فورا إلى الرف المغطى بالغبار، حيث يتناوله مستخفا ومندهشا. وبالأخير الهويات القاتلة كشفت لنا أن الانفتاح على تعدد الهويات والتعايش معه هو الطريق نحو مجتمعات أكثر تسامح وتفاهم، بعيدة عن التعصب والانقسامات، وأن التنوع ما بشكل تهديد، التنوع ثراء، وأن الهوية ليست قالب جامد، الهوية تتشكل بالتجربة عبر الزمن. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالرحلة الفكرية، وانتظروني بحلقات جديدة لنفتح صفحات جديدة برحلة بين السطور. وإلى اللقاء.